قبل ما تناسب حاسب. إنما مع العيلة دي فالوضع مختلف على الآخر. في أمريكا سنة 1870 الكونجرس الأمريكي خد أراضي كبيرة من قبائل الأوساكي الهندية، أو زي ما بنسميهم الهنود الحمر، والأراضي دي كانت في جنوب ولاية كانساس، ووزعها على المستوطنين البيض اللي راحوا للغرب عشان يشتغلوا ويعملوا فلوس، لأنها كانت أراضي تعتبر ببلاش بسبب قانون الهومستيد أكت اللي أصدرته الحكومة الأمريكية، اللي كان بيدي لأي مواطن أبيض أو أي مهاجر ناوي ياخد الجنسية حوالي 160 فدان من أراضي الغرب تقريبا مجانا، مقابل إنه يقعد فيها 5 سنين ويبني بيت ليه ويزرعها. وبالنسبة لمزارع بسيط أو واحد لسه مهاجر لأوروبا فدي كانت فرصة العمر لأي عيلة، واللي من ضمنهم عيلة بندر اللي بنوا على الأرض اللي خدوها كوخ خشب بين مدينة ثاير وكالسبرغ، وقسموا الكوخ ده لجزئين بيفصل ما بينهم ستارة كبيرة. جزء عملوه بيت ليهم كعيلة من 4 أفراد، الأب والأم وابنهم جون وبنتهم كيتي، وخليك فاكر اسم بنتهم كيتي ده كويس وأقول لك ليه كمان شوية. وبالنسبة للجزء التاني من الكوخ فده عملوا له قندة للمسافرين. نيجي بقى لبنتهم كيتي اللي كانت زي القمر وكلامها ما كانش يتشبع منه، مع إنها كانت بتقول إنها وسيطة روحية وعندها القدرة على الاتصال بالموتى وكمان تقدر تشفي الأمراض، وكانت بتقدم عروض سحر في مناطق صغيرة في ولاية كانساس. وبسبب جمالها ولسانها الحلو أعجب بيها رجالة كتير كانوا بيروحوا لها الكوخ مخصوص عشان بس يلمحوها. ومن هنا هيتحول الشغل في الكوخ من لوكاندا الناس تنام فيها لمكان الناس ترتاح فيه وللأبد. لما الراجل من دول كان يقع بس من نظرة من كيتي فيتقل جيوبه ويروح لها الكوخ، وهناك تفضل تشغل فيه لحد ما تعزمه على العشاء هي وأهلها. طبعا العريس يوافق ويقعد على السفرة في المكان اللي تحدده كيتي، ويكون وراه الستارة اللي بتقسم الكوخ واللي بسببها هيتقسم هو شخصيا لنصين. لما يظهر أبو وأخو كيتي من ورا الستارة بشواكيش وفؤوس وعلى دماغ الزبون لحد ما يروح خالص، ويقشطوه من فلوس وذهب ويدفنوه في الجنينة اللي الست أم كيتي بتزرع فيها الخضار. وفضلوا على الحال ده حوالي 2 سنين لحد ما جالهم عريس كيتي الجديد الدكتور ويليام يورك سنة 1873، اللي كان قضى ليلة في لوكاندتهم قبل كده، بس مش كل مرة تسلم الجرة، فراحوا خلصوا عليه ودخلوه رابع في الجنينة جنب أصحابه. بس عملة عيلة بندر المرة دي كانت غير كل مرة، لأن أخو الدكتور ويليام كان ضابط في الجيش الأمريكي، ده غير إن أخوه المرحوم كان قايل له إنه رايح لكيتي، وده اللي خلاه يروح لكوخ عيلة بندر عشان يسألهم على أخوه. لكن عيلة بندر بأشخاصها ال4 أكدوا إن هم أصلا ما شافوهوش بقالهم فترة، وقالوا للضابط إن يمكن الهنود الحمر هم اللي خطفوه. وعلى ما خلص تحرياته كان الوقت اتأخر، فقرر إنه يتعشى عندهم ويبات في اللوكاندا. وبعد ما تعشوا العيلة سابته لوحده لمح حاجة بتلمع تحت السرير، ولما مسكها لقاها ميدالية من النوع اللي بيتفتح، وشاف فيها صورة مرات أخوه وبنته، فاتسحب من الكوخ وخد حصانه وطيران على اسم الشرطة. وعلى الفجر كان وصل الضابط ومعاه مجموعة من العساكر للكوخ اللي اكتشفوا إن ما فيهوش مخلوق، وعيلة بندر ملهاش أي أثر، وما فيش في البيت غير الفؤوس والشواكيش اللي كانوا بيستخدموها في التخلص من الضحايا. وبالنسبة للجنينة فخرجوا منها أكتر من 20 جثة، ويقال إن من وقتها عيلة بندر ملهاش أي أثر، وبيرجحوا إن في حد خلص عليهم وهم هربانين في الطريق. لكن الأكيد واللي فاضل منهم هي مجموعة من الشواكيش والفؤوس موجودة في متحف في ولاية كانساس لحد النهاردة، عشان تكون حكاية عيلة بندر من أغرب حكاوي العائلات في حكاوي الدنيا.